السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. من أجمل الكيكات كيكة مصرية أصيلة، كلنا عارفينها من زمان وتربينا عليها. الكبار هيعرفوا الكلام اللي أنا بقوله ده، تربينا عليها من صغرنا. البسيسة أو كيكة الذرة من أجمل الكيكات البسيطة السهلة في عمايلها، المضمون نجاحها مفيهاش أي مشكلة إنها تنجح معاكي من أول مرة. شايفينها هشة وجميلة إزاي؟ إن شاء الله هتشوفوا طريقتها البسيطة وهتعمليها وهتنجح معاكي. بس أتمنى بقى اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة وما ننساش اللايك وتفعيل الجرس. هبتدي هنا في الأول أنخل الدقيق. طبعا المقادير بالظبط هكتبها لكم في صندوق الوصف. أنا عندي هنا الأول نخلت كوباية دقيق جميع الاستعمالات، وبعدين هنخل كوبايتين دقيق ذرة. انتوا بتشوفوا انا بملى الكوبايه زياده عن اللازم، طبعا دي كوبايه عياريه لان لما بيتنخل بيطلع منه قشر كتير. هننخلها، لازم ننخلها كويس علشان ما نخليش القشر دوت يكون موجود في الكيكه بتاعتنا. شايفين قد ايه القشر طلع؟ فانا حطيت طبعا شويه دقيق تاني عشان يعوضوا القشر اللي طلع معايا. فهو المفروض طبعا بعد ما ننخلها نوزنها، بس انا عارفه يعني بالتقريب كده ان العيار بتاعي مظبوط. عندي هنا نص كوبايه سمنه بلدي وربع زبده، ودي رشه ملح بسيطه. عندي 4 بيضات، عندي فانيليا، عندي بيكنج باودر، وعندي كوبايه ونص سكر. اذا عايزه تحطي اقل من كده حطي كوبايه وربع، حطي كوبايه زي ما، مش مشكله. بس انا بحب يعني انا متعوده اعملها بالمقدار ده، وحلاوتها بتطلع اللي احنا عاوزينها. في الاول هحط الزبده والسمنه. السمنه دي بلدي والزبده دي زبده بقري. ابتدي الاول اخفقهم بالمضرب. لو ما عندكيش المضرب ده بمضرب سلك عادي. احنا بنخليهم يتداخلوا مع بعض في الاول وينعموا، بعد كده هنحط السكر. بس انا بنعم الاول الماده الدهنيه بتاعتي اللي هي السمنه والزبده. حطيت السكر وحطيت رشه الملح واخفق لغايه ما الاقي الزبده بالسكر بقوا زي الكريمه كده ولونهم بدا يبيض. لازم اخفق جامد. هو طبعا لو بالمضرب السلك هياخد منك وقت اكتر من كده شويه. يعني هنا انا خفقت حوالي 3-4 دقايق، يعني هتاخد معاكي حوالي 7-8 دقايق كده لو مضرب سلك. المهم ان انا لازم اخفق لغايه ما الاقي الزبده والسمنه مع السكر يبتدوا حجمهم يزيد، لان كده انا الضرب ده او الخفق ده بيدخل لي هواء فيها علشان تنفش الكيكه. انا هنا كسرت ال4 بيضات وابتدي وانا بخفق احط واحده واحده. خلي بالكم هنا انا كنت حاطه الزبده والسمنه كنتوا شايفينهم طراي، فهنا انا مطلعاهم من فتره قبل ما ابتدي اشتغل من التلاجة. والبيض نفس الشيء طلعته من التلاجة، علشان لو كان البيض ساقع وحطيته هنبص نلاقي الزبده والسمنه عندي بدأ يخرز، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين يبقى الخفق يبقى فيه سلاسه كده والعجينه بتاعتي تبقى ناعمه. انا خلصت ال4 بيضات ولازم افضل اخفق برضو، وكل ما بخفق كل ما بدخل هوا زيادة في السائل بتاعي او في الزبدة بالسمنة بالسكر بالبيض. بعد كده احط كوباية حليب، برضو الحليب اكون مطلعاه من التلاجة. يعني زي ما بنقول كده كل حاجة تكون بحرارة المكان اللي انا بشتغل فيه، يعني تكون خارجة من التلاجة. اخفق هنا انا بس بدخل اللبن في بقيه السائل بتاعي، لكن مش هخفق اكتر من اللازم، يعني انا بس بدخله. هجيب هنا ده البيكنج باودر هحطه على الدقيق بتاعي.
ونبتدي بقى انزل الدقيق شويه بشويه. طبعا هنا ما دام بدينا ننزل الدقيق مفيش داعي للخفق الجامد. انا هنا بقلب بدون ما اكون مشغله المضرب بتاعي، بقلب بس كده بالمضرب، بدل ما اجيب مضرب تاني هو مضرب ال المضرب الكهرباء يعني، بس انا مش مشغلاه. بقلب لغايه ما اخلص كل الكميه بتاعتي. كميه الدقيق كده خلصت، وهبتدي يعني اشغل المضرب مش يعني اقل من دقيقه كمان، بس اضمن ان كل الدقيق تداخل مع السائل. خلاص ما ضربتش كتير. انا الحقيقه كنت ناسي خالص الفانيليا، كانت هتبوظ الكيكه، فمش مشكله طالما الحمد لله افتكرت قبل ما احطها في الصينيه. حطيتها وهقلب كويس عشان تدخل في كل العجينه بتاعتي. انتوا عارفين طبعا الفانيليا مهمه جدا عشان ريحه زفاره البيض، لانك مهما كان البيض لازم هيبقى فيه زفاره. ده مش فراخ مربينها في البيت، لا البيض بتشتريه من السوبر ماركت، فاكيد هيبقى زفر. فلازم من الفانيليا. الصينيه بتاعتي انا كنت دهناها سمنه ورشتها شويه دقيق ذره برضو. هنزل فيها كميه العجينه بتاعتي. الكيكه ديت او البسيسه دي هي لازم تتعمل بسمنه بلدي، في بيعملوها بزيت، خلاص دي حريه شخصيه، هي مش هتبوظ ولا حاجه، بس هو الطعم الاصلي ليها هو السمنه البلدي. بس انا بصراحه لانه السمنه عندي قربت تخلص، فانا خدت نص كوبايه بس، وكملت كوبايه الا ربع بزبده صفراء، لان انا السمن ده انا بعمله في البيت ولسه ما جاش اوان ان انا اشتري الزبده. الزبده الكويسه نبتدي نشتريها في طوبه اللي هنعمل منها نسيحه ونعمل منها السمنه. هنا اخدت حطيتها في الفرن، كنت مسخناه على 170 وحطيتها في الرف الاوسط. وطبعا لما طلعت اختبرتها بعود الشيش ده، لازم يطلع نظيف ما فيهوش عجينه، يبقى كده استوت كويس. انا يعني قلبتها واستنيت شويه، وبعدين شلت الصينيه، اتشالت على طول لان هي طبعا كانت مدهونه كويس. لما تبرد بقى ابتدي اقطعها. ريحتها والله وهي بتتعمل كانت في منتهى الجمال، فكرتني قوي 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 واحنا صغيرين في بيوت اهالينا اما كانت تتعمل، لان كيكه الذره او البسيسه بيبقى ليها ريحه مميزه كده غير الكيكه العاديه. فهي الحقيقه بتخلينا نستعيد ذكريات زمان. شايفين هشه وجميله ازاي؟ هشه وناعمه جدا وطريه في منتهى الجمال. يا سلام بقى مع كوبايه شاي الصبح كده، او في العصريه مع كوبايه شاي وانتي وولادك.